ست أيضا من النادر جدا رؤية فريق يسجل 8 ركلات ترجيح متتالية بهذه الثقة. برأيك إلى ماذا يعود هذا وكيف كانت قراءتك من هذه الناحية؟ هو ضربة ترجيح، يعني ضربة حظ، ولكن الحظ يكون بين الفرضين. كان كاين ضربة جزاء للفريق الآخر، فضربة جزاء اللاعب هذا الفرق راح يكون موش بالحظ حقيقة، ولكن راح يكون من ناحية التقنية شكون اللي حضر مليح، شكون كان المعنويات تاعو واجدة. أنا نقول بالفريقين ضربوا 14 ضربة جزاء كلهم كانوا يعني متوفقين فيها، الا واحد تاع الزمالك رمى الكره برا. انا نقول باللي اتحاد الجزائر المدرب كان تكلم، كان قال بعد الحصه في الندوه الصحفيه باللي قبل النهائي تاع كاس الجزائر اسبوع قبل النهائي الى يوم النهائي تاع الزمالك، هما كل يوم بعد الحصه التدريبيه يخدموا 20 25 دقيقه، وضربه الجزاء هي ضربه حظ، ولكن ضربه او عمل تقني اللي تعاود تكون فيه الاعاده، تكون الاعاده راح تكون نجاح. السؤال المطروح: لماذا لم يؤثر حضور 50,000 متفرج على المعنويات تاع اللاعبين؟ انا نقول لك يكون كاين لعب، يكون كاين نظام، يكون كاين حوار مع المدرب، يكون كاين طريقه لعب، يكون دراسه الخصم، يكون كاين الاستحواذ. هنا الجمهور هذا اللي هو من ناحيه الرياضيه يتكلم ضد الكره، راح يدير الضغط، يولي الضغط تاعو ما عنده حتى ضغط سلبي عليك، راح يولي الضغط على الفريق المحلي على الزمالك. ولهذا نقول لك اذا فاز الزمالك تاع الجزائر بهذه الكاس، انا نقول لك 99% هي الحاله المعنويه اللي كان فيها اللاعبين. واذا شفتوا لاعبين في ظروف كما هذه، في نهائي كما هذا، في حاله معنويه كبيره، اعرف بلي موراهم مسؤولين، منهم المدرب اللي يعرف باش يحضر الفريق، منهم الطاقم الطبي، منهم المساعدين، وخاصه المدرب المضايد عنده تجربه كبيره في تسيير هذه المقابله.